السلام عليكم. تخيل معايا إن رئيس الجمهورية بنفسه بيتابع التحقيق، وبعد الحكم على المتهمين بالإعدام أمر إنهم يتعدموا على البث المباشر وعلى التلفزيون الرسمي، وإن الشيخ الشعراوي بنفسه وهو على فراش المرض قرر إنه يروح يعزي الضحايا بنفسه. دي مش قصة عن جريمة قتل عادية، دي جريمة فيها تفاصيل غريبة وصادمة، وهتعرفنا إزاي الجشع ممكن يمحي كل ذرة إنسانية عند المجرم. وخلي بالك تابع معايا الفيديو للآخر عشان هعرض لحضراتكم التسجيلات الحقيقية لاعترافات المجرمين، وهوريكم آخر لحظات ليهم قبل تنفيذ حكم الإعدام. القصة دي هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تآمن لأي حد. قصتنا النهاردة في مصر، وتحديدا في القاهرة وفي مدينة نصر، في يوم 13 من شهر أكتوبر سنة 1997. كان في أسرة صغيرة مستقرة وسعيدة، وبتتكون من 4 أشخاص: الزوج المهندس هاني محمد، والزوجة المهندسة نانيس أحمد، وعندهم طفلين: هديل عمرها 5 سنين، وأنس اللي عنده 2 سنين بس. المهم كانوا عايشين حياة هادية ومستقرة في شقتهم كانت في مدينة نصر. الزوج والزوجة مهندسين، والاتنين بيشتغلوا وحالتهم المادية مرتاحة، وده كان باين على شقتهم واللي كانوا كل شوية بيجددوا فيها. وكان باين بالأخص على الزوجة لأنها كانت بتحب الذهب ولابساه باستمرار. حلو، حضرتك هتقولي حلو، هقولك لا مش حلو. للأسف الشديد أنا هقولك اللي مش حلو خالص، عشان العيلة الهادية والجميلة دي والاستقرار المادي والأسري هيتقلب رأسا على عقب، وتحديدا في شهر أكتوبر سنة 97. واللي حصل يا عزيزي المشاهد إن والد الزوجة اللي هي المهندسة نانيس كان متعود كل يوم الصبح يكلم بنته ويكلم أحفاده هديل وأنس، يعني زي ما تقول كده كان بيتونس بيهم ويطمن عليهم في نفس الوقت وهم بيطمنوا برضو عليه. بس يوم 13 بقى من شهر أكتوبر فضل يتصل بيهم كتير، ولكن محدش كان بيرد، وفضل يحاول من الصبح لحد بعد الظهر، ولكن برضو محدش رد. فهنا الأب بدأ يقلق، فشاف إن الأفضل إنه يروح لهم البيت، وده عشان يطمن عليهم بنفسه، لأن الأب كان ساكن في منطقة قريبة منهم، يعني مكانهم مش بعيد عنه. وبالفعل والد المهندسة وصل البيت وفضل يخبط على الباب كتير ويرن الجرس، ولكن مفيش أي رد. وعشان هو متأكد وعارف إنهم بيكونوا موجودين في البيت في الوقت ده، والزوج المهندس هاني اللي هو زوج بنته بيكون في شغله، فقرر إنه يستمر في الخبط عشان يطمن عليهم. ولكن بقى من كتر محاولات الأب ده الجيران بدأوا يحسوا إن في حاجة غلط، فقرروا إنهم يقفوا جنبه عشان يساعدوه طبعا في فتح الباب. وبالفعل الجيران ساعدوه وكسروا الباب، ولكن الأب لما دخل الشقة شاف أبشع منظر ممكن أب يشوفه في حياته. شاف بنته نانيس وحفيدته هديل الاتنين غرقانين في دمهم، وكان واضح عليهم إنهم كانوا واخدين طعنات كتير، والاتنين كانوا مفارقين الحياة للأسف. وفي وسط صدمة الأب بدأ الجيران إنهم يدوروا على أنس على أمل إنهم يلاقوه عايش، ولكن للأسف لقوه محطوط في الدولاب بين الملابس، وكان ملفوف على رقبته طرحة، وللأسف هو كمان كان ميت. وفي الوقت ده صدمة الجد وصدمة الناس اللي دخلت معاه وشافت المنظر، كان الكل واقف ومش عارف يعمل ايه. المهم الجيران بعد ادراك الموقف في جزء بدأ انه يتصل بالزوج، وفي جزء تاني بلغ رجال الشرطة. وفي خلال دقايق معدودة رجال الشرطة ورجال المعمل الجنائي ووصلوا لمسرح الجريمة، وكانت المعاينة المبدئية إنها جريمة قتل بدافع السرقة، لأن دهب المهندسة نانيس اللي كانت متعودة تلبسه ملقهوش معاها، وملقوش أي أثر لأي فلوس أو أي دهب تاني في البيت. وكمان غرفة النوم كانت متكركبة ومفيش أي فلوس في الشقة. وكمان والدها قال لرجال الأمن إن في أجهزة كهربائية متاخدة من الشقة لأنه عارف أماكنها كويس. وواضح إن اللي عمل كده حد تعرفه كويس جدا، عشان المهندسة نانيس لقيوها مقتولة جوه المطبخ، وواضح كده إنها كانت بتضايف القاتل قبل ما يغدر بيها. وبعد معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات ونقل الجثة للطب الشرعي، كان واضح من المعاينة المبدئية إن الباب قبل الجيران ما يكسروه كان سليم جدا،
ومقفول بالمفتاح بتاعه، ومفيش أي أثر لمحاولة فتحه أو أي حاجة من الحاجات المعتادة اللي بيستخدمها حرامية الشقق. فهنا حطوا احتمال إن الفاعل ممكن يكون حد معروف لأهل البيت، وممكن جدا تكون الواقعة دي ليها دوافع تانية، واللي عملها بيحاول يبين لرجال الأمن إنها جريمة قتل بدافع السرقة عشان يعني يضلل رجال الشرطة. المهم كالعادة في الجرائم اللي زي دي الشك بيروح ناحية الزوج أول حاجة، وبعد تحقيق طويل مع المهندس هاني اللي كان فعلا منهار بسبب اللي حصل لمراته وولاده، اتضح إنه كان فعلا في شغله في وقت وقع الجريمة دي، وملهوش أي علاقة باللي حصل، وإن عيلته أصلا كانت كل حياته. المهم رجال الأمن بدأوا التحقيق مع الجيران، ولكن في نهاية التحقيق موصلوش لأي دليل يدين أي حد من الجيران. حتى حارس العمارة بعد ضغط كتير وتحقيق طويل معاه أثبت إنه كان في مكان تاني من الصبح لحد ما عرف بالجريمة، وبالفعل اتأكدوا رجال الشرطة إنه ملقوش أي علاقة باللي حصل. لكن بقى وفي وسط حالة الإحباط دي وصلت معلومات من صديقة نانيس الله يرحمها، وهو إن في حد من زمايلهم أيام الدراسة كان طالب إيديها وتقدم لها كتير، وهي كانت دايما بترفضه، وكان بيعتبرها إنها فضلت المهندس هاني عليه. ودي معلومة الشرطة اهتمت بيها قوي، وبالفعل بدأوا في التحريات عنه، وساعتها اكتشفوا إنه كان بيشتغل برا مصر ونزل أجازة في نفس التوقيت اللي حصل فيه الواقعة. ولكن لما استدعوه للتحقيق اكتشفوا إنه هيسافر في نفس اليوم، ولكن لحسن الحظ لحقوه قبل ما يسافر. وفي وقتها مصادر صحفية قالت إن رجال الأمن نزلوه من الطيارة، يعني كانت مسألة دقايق بس وهيسافر. ولكن خليني بقى أقول لك إنه برغم كل ده اتأكدوا إن ملهوش أي علاقة ولا أي صلب بالجريمة دي، وده من خلال طبعا تتبع الخط السير بتاعه وكمان شهادة الشهود وقت أجازته، ومن هنا تم إخلاء سبيله في نفس اليوم. فهنا بقى رجال الأمن وصلوا لحالة من الإحباط، وخصوصا مع الضغط اللي كان حاصل وقتها، لأن القضية دي اتحولت لقضية رأي عام، وده لأسباب كتير. أولهم إن المجتمع المصري في الوقت ده ما كانش متعود على النوع ده من الجرائم، وكمان الجريمة دي اتنفذت في عز النهار. ثانيا ضغط القيادة السياسية وقتها، لأن الرئيس الأسبق ربنا يرحمه محمد حسني مبارك لسه كان جايله حفيد من ابنه علاء مبارك، وحفيده ده كان جاي في نفس الأسبوع اللي حصلت فيه الجريمة، فكان متأثر جدا من اللي حصل معاهم، وخصوصا مع الطفل أنس. حتى مدير مباحث القاهرة وقتها واللي بقى وزير الداخلية في بداية الألفينات كان من ضمن رجال الأمن في القضية دي، ولما شاف الطفل أنس مخنوق ومرمي في الدولاب كان حزين جدا عليه. حتى الشيخ محمد متولي الشعراوي ربنا يرحمه كان في أواخر أيامه، وكان في أشد أوقات المرض ومحجوز في المستشفى، وبالرغم من كل ده صمم إنه يروح بنفسه عشان يواسي ويعزي أهل نانيس، وراح وقعد معاهم أكتر من ساعتين. فالأسباب والظروف دي كانت مخلية الشعب المصري بالكامل متعاطف مع أهل الضحايا، وكمان بيضغط على القيادة السياسية عشان تجيب اللي عمل الجريمة دي. وبالفعل أفراد الشرطة وفرق البحث كانت شغالة ليل ونهار، وده عشان تطلع بأي معلومة جديدة، أي معلومة يقدروا يمشوا وراها. المهم بعد أيام من البحث تيجي بقى مكالمة مفتاحية، مكالمة تليفون تغير مجرى القضية كلها. والمكالمة دي كانت من حد بيشتغل في الأجهزة الكهربائية المستعملة. المهم بلغ الشرطة وقال لهم إن في 2 رجالة موجودين عنده دلوقتي عشان يبيعوا له أجهزة مستعملة، وواضح جدا إن الأجهزة دي غالية. فالراجل استغرب جدا، فهنا بدأ يسألهم عن مصدر الأجهزة دي. فساعتها بقى لاحظ إن الاتنين دول كلامهم عكس بعض، وبكده شك إن وراهم مصيبة. المهم أثناء المكالمة التليفونية دي مع فريق البحث رجال الأمن طلبوا من صاحب المحل إنه يعطل الشابين دول
على قد ما يقدر، وهم في خلال دقايق معدودة هيكونوا موجودين عنده. وبالفعل رجال الأمن لما وصلوا للمحل لقيوا الشابين لسه موجودين، واحد منهم اسمه محمد زكريا علوان والتاني اسمه سيد زكريا علوان، يعني الاتنين اخوات. المهم رجال الأمن أخدوهم على اسم الشرطة، وبصراحة ما أخدوش وقت كتير واعترفوا بكل حاجة. واللي حصل يا عزيزي المشاهد كالتالي: إن في يوم 5 من شهر أكتوبر المهندس هاني اتصرف له مكافأة من شغله، وهو كان مستني صرف المكافأة دي ليه؟ تحديدا عشان يجدد شقته. وأول حاجة كان عايز يعملها هي النقاشة، يعني كان عايز يجدد ألوان الشقة. وفي الطبيعي لما بنحتاج صنايعي عشان يعمل حاجة في الشقة بنكلم حارس العمارة وهو بيجيب الناس. المهم المهندس هاني هنا كلم الحارس، ويظهر كده ان الحارس ده ما كانش يعرف نقاشين كويسين، وبدأ يسأل شخص من معارفه. وفعلا الراجل ده جاب له نقاش اسمه محمد خورشيد. محمد خورشيد نصر الدين وعنده 24 سنة. وفي يوم 7 من شهر أكتوبر الحارس جاب النقاش محمد خورشيد وكان معاه 2 ولاد خالته، محمد علوان 22 سنة وزكريا علوان 24 سنة، ودول كانوا شغالين معاه في نفس المجال. المهم في اليوم ده اتقابلوا في شقة المهندس هاني واتفقوا على الشغل، واخدوا العربون كمان، وده عشان يشتروا المواد والدهانات. بس في غلطة حصلت في الوقت ده: المهندس هاني خلى مراته نانيس الله يرحمها تدخل تجيب الفلوس قدامهم، وطبعا الشقة في الوقت دي كانت مكشوفة، ومحمد شاف المهندسة نانيس وهي بتطلع المبلغ اللي هم طالبينه، وكمان عدت الفلوس قدامه. فبكده وهم قاعدين بكل سهولة عرفوا مكان الفلوس، وكمان كانوا شايفين الدهب في ايديها. وللأسف الطمع خلى الشيطان يلعب في دماغ محمد، وساعتها شاف ان في كنز في الشقة. والفكرة اللي بدأت في دماغه واقنع بيها ولاد خالته ان هم يسرقوا البيت ده. لكن بعد كده الفكرة اتطورت معاهم، وهي انهم يخلصوا على اي حد في البيت يلاقوه، لان اللي هيشوفهم هيعرفهم واكيد هيبلغ عنهم. وده طبعا لانهم خلاص دخلوا وبقوا معروفين لاهل البيت. المهم تاني يوم جابوا المواد بتاعتهم، ومن هنا بدأوا الشغل في الشقة. والشغل ده خد منهم يومين 3 بالكتير، وكان باقي بس تلميع الأبواب والشبابيك. فساعتها المجرمين دول اتفقوا إن اليوم اللي هيروحوا يفنشوا فيه الشقة هو اليوم اللي هيتم فيه تنفيذ الجريمة بتاعتهم. واليوم ده كان المفروض يوم 12 من شهر أكتوبر، وبالفعل راحوا عشان ينفذوا اللي اتفقوا عليه. ولكن اتفاجئوا بان المهندس هاني موجود في البيت وما راحش الشغل في اليوم ده. ساعتها بقى اخترعوا حجة انهم جايين ياخدوا شوية مقاسات وهيجيبوا كام حاجة كده عشان يشطبوا الشغل. المهم خدوا المقاسات فعلا وخدوا واجب الضيافة ومشيوا. في اليوم ده ما عملوش اي حاجة. بس تاني يوم اللي هو يوم 13 من شهر اكتوبر، وعشان ما يكرروش نفس الغلطة خلوا واحد منهم يستنى تحت البيت. ليه؟ عشان يراقب تحركات الزوج ويشوفوه هيروح الشغل ولا لا. وساعتها اختاروا سيد هو اللي يقف. واول ما شاف المهندس هاني خرج من العمارة والحارس كمان طلع من العمارة، راح مشاور لمحمد زكريا ومحمد خورشيد عشان يطلعوا للشقة. المهم طلعوا ورنوا الجرس، وبعدها فتحت لهم المهندسة نانيس، فقالوا لها انهم جايين عشان يشطبوا الشقة والنهاردة اخر يوم. ولكن قبل ما يبدأوا شغل في الشقة وبطيبة من المهندسة نانيس وبسماحة نية قالت لهم استنوا الاول اعمل لكم شاي وبعد كده اشتغلوا براحتكم. وبالفعل دخلت المطبخ عشان تعمل لهم شاي. فدخل وراها محمد خورشيد وهو العقل المدبر للجريمة. المهم لقاها واقفة في المطبخ بتجهز الشاي اللي قالت لهم عليه، فجه من وراها وكتفها بإيده وحاول بالإيد التانية إنه يكتم نفسها. وهنا طبعا المسكينة فهمت، وساعتها قالت للمجرم كلمة كانت آخر كلمة أو آخر جملة تقولها له في حياتها. قالت له خد اللي انتوا عايزينه بس سيبوني انا وولادي. لكن هو للأسف الشديد ولا في دماغه اي كلام
ولا أي حاجة، وساعتها شد الطرحة من على دماغها وغرقها مية، بعدها حطها على وشها، وفي خلال ثواني معدودة دخل من بره محمد زكريا ومعاه سكينة ونزل فيها طعن لحد ما لفظت أنفاسها الأخيرة. خلصوا على الزوجة، وكانت الطفلة هدير في الصالون بتلعب مع أخوها أنس، والمفروض كده إنهم هيدخلوا ياخدوا الفلوس والذهب وكل اللي هيلاقوه ويمشوا، لكن للأسف الشديد مش ده اللي حصل. اللي حصل بعدها إن المجرمين دول بعد ما اتأكدوا إن خلاص الزوجة ماتت وفرقت الحياة، ندهوا على سيد اللي كان واقف بيراقب العمارة من تحت. المهم طلع لهم لقيهم مخلصين على المهندسة وأخدوا كل الذهب اللي كانت لابساه. فراحوا بقى على الطفلة هديل وقالوا لها: انت تعرفينا؟ تعرفي حد فينا؟ وده طبعا بحكم ان هم شغالين اديلهم 3 ايام وانهم دخلوا البيت اكتر من مرة. المهم ردت عليهم وقالت لهم: لا انا معرفش حد فيكم. طيب هل كده بقى خلاص هيسيبوها؟ لا للأسف، ساعتها خافوا إن هي تكون عارفاهم وبعدها تعترف عليهم وتجيبهم لو هم سابوها. فساعتها قرروا المجرمين للأسف إنهم يخلصوا عليها هي كمان. وبالنسبة لأخوها أنس فهو لسه صغير جدا، لا عارف حاجة ولا بيتكلم، فمفيش منه أي خوف أو خطر لأنه عنده 2 سنين. ولما لقوه بيصرخ وصوته عالي أخدوه حطوه في الدولاب ما بين الملابس وقفلوا عليه. فهنا بقى صوت صريخ الولد ما كانش طالع بره الشقة، وده لأنه مقفول عليه جوه الدولاب وباب الشقة كمان مقفول. لكن اللي كان واصل للمجرمين دول إنهم كانوا خايفين إن صوت الولد ده يكون طالع بره الشقة وساعتها ممكن أي حد يسمعه. فراح سيد زكريا فتح الدولاب على الولد، فالولد لا حول له ولا قوة اترمى على طول في حضن سيد لأنه كان خايف بسبب الضلمة. وسيد بدل ما يهديه ويسكته أو حتى يخوفه على أساس إنه لسه عيل صغير وعمره ما هينفع يكون شاهد عليهم أصلا، لا، المجرم ساعتها قرر إنه يروح يجيب الطرحة بتاعة أمه ويخنقه بيها لحد ما يفارق الحياة. مجرم بكل معاني الكلمة. المهم بعد ما عملوا كل اللي عملوه دول، دخلوا خدوا كل اللي لقيوه في الشقة من ذهب وفلوس وأجهزة كهربائية وكل اللي قدروا يشيلوه في الوقت ده، وبعدها قفلوا باب الشقة بالمفتاح واختفوا لحد ما تم القبض عليهم. وفي أثناء التحقيق اعترفوا بكل التفاصيل اللي قلتها لحضراتكم. وهنا بقى اتحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت في يوم 12 من شهر نوفمبر سنة 97، يعني بعد الواقعة دي تقريبا بأقل من شهر. وبعد ما تم تأييد الحكم في شهر مارس سنة 98 كانت اللحظات ما قبل النهاية، والكاميرات كانت جاهزة في كل مكان والكل كان مستني اللحظة اللي هيتنفذ فيها حكم الإعدام. وكمان شاشة التلفزيون الرئيسية في مصر كانت بتعرض لقطات من بيت الضحايا، وده عشان تفكر الناس بالجريمة اللي حرفيا خلت بلد بحالها تعيط. وهنا المتهمين ظهروا وكانوا مصدومين، والجشع اللي كان مالي قلبهم ما بقاش منه غير الندم والخوف. وبعدها فورا اتنفذ حكم الإعدام قدام الكاميرات كلها، وكانت دي النهاية المأساوية لكل واحد شارك في الجريمة دي. كانت نهاية حكايتنا هنا، أشوفكم في حكاية جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.